مصر التي يحاول الصغار أن يتطاولوا على مقامها السامي، على قيمتها العظيمة، على دورها التاريخي في نصرة فلسطين. مصر أكثر بلد في العالم قدم مساعدات إنسانية لأهل غزة خلال هذا العدوان منذ 7 أكتوبر 23 إلى اليوم. 70%، وأنا فلسطيني وأعرف، أكثر من 70% من المساعدات جاءت من مصر. مصر التي تقود كل الجهود، ومعها بالطبع أشقاؤها العرب، المملكة العربية السعودية التي نوجه لها التحية، المملكة الأردنية الهاشمية، الرعى الثانية التي نتنفس منها، تقود كل الجهود من أجل تحقيق الأولويات الفلسطينية الأربعة. فطنوا يا فطنوا الجزائريين، فطنوا الجزائريين وتحبوا ما بيناتكم، وهذا يرفض هذا وهذا يدعم هذا وهذا يكوفري هذا. فطنوا الجزائريين، فطنوا. تعقلوا انا اللي قلت لكم بلي ما كاش اللي يبغيكم، تعقلوا. كنتوا تطيحوا لي فيكم وانتاروا كاع. تعقلوا ولا ما تعقلوش؟ انا اللي قلت لكم نوضوا ضربوا على الجزائر، وقفوا مع بلادكم. مجاهدين بكري كانوا يقطعوا لهم رسالهم ما يروندوش. تعقلوا انا كانوا مخازنيه يعايروا فينا ويسبوا في الشهداء، وقعدوا تطيحوا لي. قلت لكم ما كاش اللي يبغيكم، حنا نبغوا كاع الناس، بصح ما كاش اللي يبغينا للاسف. علاكم انا ما يبغوناش؟ باسكو الرجوله والزعامه والكرم اللي ربي سبحانه وتعالى غرسه في الجزائريين ما كانش في قوم واحد اخر. هذه هي لا ديفيرونس. عليها يحسوا بداك النقص هذاك. وقفنا وضربنا وحرقنا رواحنا كاع مع العالم، حرقنا رواحنا. لي زوم رجال الجزائر واقفين يضربوا، واقفين ومنا عرفت هذه قالوا لكم بق. نشكر منا فطنوا. السلام عليكم. أكتر شيء هذه الرسالة موجهة لأهلنا بالجزائر ولكل إنسان حر وعنده ضمير وبيعرف إنه قضية فلسطين هي التجارة مع رب العالمين فقط، لا مع خليل الحية ولا مع أي إنسانة. قضية فلسطين هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، معراج الرسول. من عند رب العالمين بتاخذ الأجر والثواب، مش من عند خليل الحية إذا شكرك أو ما شكرك. خليل الحية مجرد سياسي وبيلعب على 1000 حبل لأجل السياسة، والسيسي طوب الأرض بيعرفوا إنه خاين. السيسي طوب الأرض، الحجر سينطق يوم القيامة إنه السيسي أكبر خاين وعميل. وملوك العرب وحكام العرب المطبعين هم أكتر ناس كانوا خنجر بظهر أهل غزة. من الآخر يا أهلنا بالجزائر، ونحن 2.5 سنين عم نبكي ونتقاسم الخبزة، والشوارع والمنابر تشهد علينا انه نحن كنا مع غزة قلبا وقالبا وكنا نبكي دم. ولكن السيسي والمطبعين احب على قلبهم يشوفوكم متخانقين. مثل ما السيسي تاجر وذبح وحاصر اهالي غزة وطلع فلوس من وراء اهالي غزة، هلا في رزقة تانية للسيسي، هلا في اعمار غزة. والسيسي والعرجاني واتباعهم المطبعين اشترطوا انه هم بدهم يعيدوا الاعمار بغزة وهم بدهم ياخذوا الفلوس. انتبهوا للمشروع الخبيث، والسيسي احب على قلبه يشوف الفتنة والعة لانه بده يستفيد. هذا القزم اللي شايفينه اللي حاكم مصر، هذا مخ صهيوني قذر. وافهموا الرسالة. ويا شعب الجزائر، انت غصب عنك مع فلسطين، هذه قضيتي وقضيتك وقضية كل انسان شريف. والسلام عليكم. تحيا مصر. ايش شعورك؟ المصريين هم الوحيدين في العرب اللي وقفوا معانا. كل الاحترام للشعب المصري الشقيق. وعاش مصر وعاش السيسي. يعني مصر اللي حاصرتكم وسكرت المعابر وخنقتكم وكتلتكم كتل، عندما تنتهي الحرب ترفعون الراية المصرية؟ هذا نفاق يا أهل غزة، ليست ما أقوله أنا، هذا كلام الشارع العربي. الشارع العربي يريد من غزة أن لا تقبل الاتفاقية، لأن من منظورهم أن المقاومة الفلسطينية رغم التضحيات الذي قدمها الشعب الفلسطيني وبين قوسين أهل غزة راح ضحيتها أكثر من 100,000 شهيد، فهذه خيانة للدم الفلسطيني، والمقاومة الفلسطينية خانت دمائهم.
فالشارع العربي غضبان جدا من هذا الاتفاق الذي بني في مصر في شرم الشيخ، ووافقه بعض الدول العربية والغربية من أجل قبول هذا الاتفاق ومن أجل إخراج وتبادل الأسرى وإنهاء الحرب. تمام. الشعوب العربية زعلانة ليش؟ إحنا ما نرفع راياتهم في نص غزة، يعني نطلع ونقول تحيا الجزائر، تحيا تونس، تحيا أفريقيا، تحيا موزمبيق، تحيا مالطا، تحيا بالطا. هذا ما يريد الشعب العربي. الشعب العربي يريد أن نرفع هذه الرايات ونقول فعلا الجزائر أطعمتنا، وتونس أطعمتنا، ومصر أطعمتنا، واليمن أطعمتنا، ولبنان أطعمتنا، والدول العربية لبستنا ونظفت لنا. فجماعة الخير باختصار عندما أنا ذكرت في بعض فيديوهات لإلي زمان قلت الشعب العربي يريد مصر أن تحارب. طيب قبل ما أن تحارب مصر حاربت لبنان في 8 أكتوبر 2023. لماذا لم ينتفض الشارع العربي؟ طيب اليمن دخلت الحرب ومنعت وأثرت على ميناء إيلات، ومن ثم أثرت على الاقتصاد العالمي وكانت تضرب في العمر. اليمنيين كل الشكر واللبنانيين كل الشكر لهم، ولكن بماذا تريد أن أقدم؟ هل تريد من أهل غزة أن يرفعوا راية بلدك من أجل أن يشكروك عن الطعام؟ هل الطعام أصبح يجب علينا تقديم شكر إليه؟ يعني إحنا لازم نموت ونجوع ونعصر الإبادة، وممنوع نوقف، وممنوع نوافق على وقف إطلاق النار من أجل أن نرفع راية بلاد فلان ونقول تحيا رئيس فلان. على فكرة 3 هم مصر، اليمن، لبنان، كل واحد معروف شو دوره وشو موقفه. وأنا مش على فكرة مش أسامة اللي هيحكي لك التاريخ ولا هيسجل في الورقة والقلم. اللي هيسجل لك التاريخ واللي هيذكر الأجيال القادمة ما هو الموقف المصري من قبول الاتفاق، وما هو الدور اليمني، وما هو الدور اللبناني. فلذلك أنتم تريدون من الفلسطينيين أن لا يقبلوا الاتفاق، وتريدون الفلسطينيين أن يستمروا حتى يقوم الشعب أو الجيش الإسرائيلي بنفاء هذا الشعب، يعني يخلص عليه على الآخر. من أجل ماذا؟ من أجل أن نخرج ونقول تحيا فلسطين، وفلسطين في قلوبنا. على فكرة رؤساء العالم حتى أمريكا لما بتيجي تولي رئيس لإلها بيجي بيقول يقسم الولاء من أجل دعمه للأزرق. يعني إذا ما دعمتناش أنت مش هتدخل رئيس. مش هو بس، بعض الدول كمان العربية بيجي بيطلع بيقول لك عشان يضحك على الشعب تبعه تحيا فلسطين وإحنا مع القضية الفلسطينية. من أجل ماذا؟ استعطاف الشعب وصعوده على سدة الحكم. لذلك باختصار محدش له فضل على الفلسطينيين. الثبات والصمود اللي هم ضلهم فيه مش انت، وربنا اللي ثبتهم. إن تنصروا الله ينصركم. هم نصروا الله وثبت أقدامهم في هذه الأرض ولم يخرجوا. بس أنا أكثر كلمة مبسوط عليها أو إنه العالم كله هيشهد عليها إنه الفلسطيني ما باع أرضه. هيذكر التاريخ إنه مات فيها، وإنتوا كل 450 مليون عربي كانوا يشوفوا الفلسطينيين وهم يبادوا على الهواء مباشر. عموما مش شرط أسامة أو الشعب الفلسطيني في غزة يطلع يشكر كل هاي الدول. من قدم موقف لغزة فقدمه لإنسانيته وللإسلام ولدينه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنما المؤمنين إخوة. والله أنتم مش عاوزين إخوة، والله إحنا حنغير الموضوع يعني ولا شو. عموما باختصار أنا بتمنى من تعاون اللايفات هذول بيطلعوا على تيك توك خلص شوفوا لكم محتوى تاني. غزة خلصت، الحرب الحمد لله انتهت. دوروا لكم على محتوى تاني، شوفوا شو بدكم تعملوا. وإذا ما عندكم أفكار لمحتويات عادي مش مشكلة، بإمكانكم تاخذوا الفيديوهات تبعوني وتغلطوا علي.